القصة بتدور حول مغامرة ملحمية في عالم افتراضي اسمه أندر وورلد. عالم مليان أسرار وقوانين صارمة. وبنشوف مع بعض يوجي وكيريتو، اتنين من الصغر بيحاولوا ينفذوا مهمة مقدسة في قريتهم. هم كمان أليس صاحبتهم القديمة، لكن الأمور بتتعقد بمرور الوقت لما بيواجهوا تحديات كبيرة جدا سواء في العالم الافتراضي أو الحقيقي. أحداث غامضة كتير وتكنولوجيا متطورة. استعد معايا يا صديقي لرحلة مليانة سيوف ومعارك وأسرار بتتكشف نفسها بالتدريج. الانمي بتاعنا بيبدأ مع اتنين عيال صغيرين، يوجيو الأشقر وكيريتو اللي شعره أسود وشكله مألوف شوية، بيتناوبوا يضربوا بالفاس على شجرة عملاقة اسمها جيجا سيدر. ودي بقى مهمتهم المقدسة اللي ورثوها من 6 أجيال قبلهم. بس مهما يضربوا الشجرة دي زي الحديد متتأثرش خالص، فبيحسوا بالعجز. لكن فجأة بتظهر لهم أليس صاحبتهم من الطفولة، جايبة معاها الأكل بتاع الغدا، وبتسلم عليهم وبتقول لهم إن الأكل هيترمي لو ما أكلوهوش بسرعة. يوجي وكيريتو بيبصوا لبعض ونفسهم يلاقوا طريقة يحافظوا بيها على الأكل قبل ما يبوظ. كيريتو فجأة لمبة دماغه بتنور وبيفكر في فكرة عبقرية جهنمية، انه يحافظ على الفطيرة بتاعتهم بانه يخليها باردة ورطبة باستخدام اللحمة المملحة الباردة. بس المشكلة انهم عايزين تلج، ودي حاجة صعبة في مملكة زي دي ما عندهاش تكنولوجيا كفاية انهم اصلا يقطعوا شجرة. بيفتكروا اسطورة عن بطل قديم دخل كهف تلج وهو بيطارد تنين بيحمي الحدود مع الاراضي المظلمة، وان لو معدوش الحدود دي هيبقوا بعيد عن خرق قوانين التابو اندكس اللي بتحكم كل حاجة في العالم. لما بيوصلوا الكهف بيلاقوا تلج يكفي القرية كلها لعمر كامل. بس في حاجة غلط، بيلاقوا سيف الوردة الزرقاء وعظام تنين التلج متحوطين بقاعة مليانة كنوز. الأسطورة ما قالتش إن التنين مات، بس بعد ما بيلموا التلج اللي يقدروا يشيلوه بيحسوا إن في مسارات كتير في الكهف، وبينسوا هما جايين منين أصلا. في الآخر بيختاروا طريق عشوائي بس بيوديهم للأراضي المظلمة، وهناك بيسمعوا صوت معركة وبيشوفوا فارس بيقاتل فارس من الأراضي المظلمة، والاتنين راكبين تنانين. فارس النزاهة بيقتل التاني، والفارس اللي من الأراضي المظلمة بيقع من السماء على بعد أمتار من العيال دي. بيمد إيده كأنه بيطلب المساعدة، وأليس بتحس إنها لازم تساعده، وبدون ما يوجي وكريتو يلحقوا يوقفوها صباعها بيعدي الحدود بالغلط. وفجأة وش غريب بيظهر وبيأكد مخاوفهم. أليس خرقت التابو اندكس، وتاني يوم فارس النزاهة اللي كان موجود امبارح بيجي القرية، بس المرة دي جاي عشان يعاقب أليس. كيريتو بيحاول يعمل تشتيت، لكن يوجيو ما يقدرش يتحرك وعينه اليمين بتوجعه جدا وبيقف في مكانه. بننتقل للعالم الحقيقي وبنروح لكازوتو اللي هو كيريتو في العالم التاني. بيفوق من الغوص الكامل للفول دايف وبيقابل شينو في كافيه. شينو بتطلب منه يساعدها في بطولة بوب الجاية، وأسونا بتيجي وبتقلق على حالته الصحية، فبتبص على تطبيق بيراقب علاماته الحلوية وبتشك ان شغل الجديد هو السبب. كازوتو ساعتها بيشرح انه بيشتغل مع شركة اسمها راس بتطور نوع جديد من تكنولوجيا الغوص الكامل سموه سول ترانسليتور، وده بيستخدم شيء اسمه فلوك لايتس، ودي زي الروح بتاعة الانسان. وبدل ما يستخدموا دماغ المستخدم بيكتبوا الذكريات قصيرة المدى على الفلوك لايتس عشان يخلوا التجربة أكثر واقعية. بس بسبب طبيعة المشروع كازوتو ما بيفتكرش أي حاجة من العالم الافتراضي اللي اسمه أندر وورلد. وهم مروحين كازوتو بيقترح على أسونا إنه يسافر أمريكا عشان يبحث عن الجيل الجديد من تكنولوجيا الغوص الكامل، بس بشرط إنها تيجي معاه. مشروع السول ترانسليتور بيحسوا إنه امتداد لشغل كايبا، وكازوتو عايز يبعد عن الحاجات دي. وفجأة واحد بيوقفهم كأنه بيسأل عن العنوان، لكن كازوتو بيواجهه بيقوله إنه ملاحظ إنه بيترقبهم من ساعة ما خرجوا من الكافيه. هنا الراجل بيكشف عن نفسه إنه عضو سابق في لافينج كوفن، وبيهجم على كازوتو بحجنة ونفس الحقنة اللي كان بيستخدمها ديس جان. كازوتو بيدفع أسونا بعيد وبيحاول يتصدى للمهاجم، لكن للأسف بيتحقن بالسم، فبيطعن الشخص اللي بيهاجمه في رجله بمظلته، لكن ده كان متأخر قوي. كازوتو بيقع مغمى عليه من سكتة قلبية. كازوتو بيفوق في وسط غابة، ما عندوش فكرة ازاي وصل هنا اصلا، ومن المناظر ولبسه
بيحس على طول انه رجع للاندر وورلد، بس المفروض ما يفتكرش حاجة من العالم الحقيقي لو ده صحيح. وهناك بيقابل يوجيو بس ما بيفتكرش مين هو. كيريتو ما بيبقاش عارف يجمع معلومات كتير عن الوضع اللي حصل له، فبيقرر يستنى يوجيو يخلص مهمته المقدسة بتاعت النهاردة. بعد ما يوجيو يخلص بيروحوا القرية. واحد على البوابة بيتريق على يوجيو بسبب مهمته، وبيفتكر ان كريتو مش فاكر مهمته عشان هو طفل ضايع من فيكتور. بس كريتو بيحطه في مكانه لما بيقوله انه سياف وبيقطع شجرة بمهاراته. ويوجيو بعد كده بياخد كريتو للكنيسة وبيتعرفوا على سليك. وهو نايم بعد كده كريتو بيستنتج ان شركة راس اكيد استخدمت فلوك لايتس اطفال، وبسبب تسريع زمن في اللعبة أجيال من التكاثر الاصطناعي خلت الناس تبقى واقعية جدا. بعد كده يوجيو بيقول إن أليس اتاخدت من 6 سنين، مع إن ده حصل امبارح في العالم الحقيقي. تاني يوم بقى الاتنين بيروحوا لشجرة الجيجا سيدر. كريتو بيسأل عن سيلكا وبيتضح إنها أخت أليس الصغيرة. وبعد ما أليس اتاخدت سيلكا مسكت الكنيسة وبدأت تتعلم الفنون المقدسة، ودي حاجة كده زي السحر في النظام بتاعهم. وبما ان الفأس ما بتنفعش كريتو بيسأل لو في حاجة أقوى، فيوجيو بيرجع بسيف الوردة الزرقاء اللي جابه من الكهف بعد الحادثة ب3 سنين. هنا كريتو بيجرب يستخدم السيف على الشجرة بس ما بيعرفش يعمل حاجة، لكنه لسه أحسن من الفاس. لو يقدروا يزودوا سلطة التحكم في الأشياء هيبقوا قادرين يتعاملوا مع السيف كويس. بالليل بقى كريتو بيسأل سيلكا عن اختفاء أليس، وبيتضح ان يوجيو اتغير من يومها. سيلكا بتسأله ليه اختها اتاخدت لان محدش بيحب يجاوبها. ولما بيفوق تاني يوم سيلكا بتبقى مش موجودة، ويوجيو ساعتها بيخمن انها راحت الكهف اللي أليس خرجت فيه التابو اندكس، فبيجروا وراها وبيسمعوا صرخات من جوه الكهف. هناك بيكتشفوا انها اتخطفت من الجوبلينز، ويوجيو بيتجمد في مكانه وبيبقى مش قادر يتحرك، لكن كريتو بيهديه وبيوعده انه هينقذ سيلكا. وعلى طول بيسلح نفسه وجوجيو بسيوف ويبدأ يقاتل الجوبلينز. وهو بيحارب زعيم الجوبلينز يوجيو لسه متردد، بس في الاخر بيتحرك ويشدد الزعيم لحد ما كيريتو بيتعافى. يوجيو بيتجرح جامد وكيريتو بيطلع غضبه وبيخلص على الزعيم وبيخوف الباقيين كلهم. بعد كده بيبدأ يفك سيلكا، بس لما بتشوف حالة يوجيو بتبقى مش متأكدة لو الفنون المقدسة بتاعتها فعلا هتنجح. وكيريتو بيقرر ينقل طاقته الحيوية ليوجيو عشان ينقذه، وكان فعلا هيفقد الوعي. وبعد كده بيسمع صوت بيقوله يجي ينقذها، وبيحس انهم اتقابلوا قبل كده. وبعد فترة مهاراتهم في السيف بتبقى عالية كفاية انهم يقدروا يقطعوا الشجرة اخيرا. يوجيو بيدي الضربة الاخيرة والقرية كلها بتعمل احتفال ضخم. وبما ان يوجيو خلص مهمته المقدسة بيختار مهمة جديدة، انه يبقى سياف زي كريتو ويسافر للعاصمة عشان يقدر ينقذ أليس. بيودعوا سيلكا وبيسيبوا القرية لأول مرة في العالم الحقيقي. وبعد الهجوم على كازوتو أسونا وعيلته بيعرفوا انه ممكن يكون عنده ضرر دائم في المخ ودخل في غيبوبة. كيكوكا ساعتها بيقترح ان الطريقة الوحيدة لعلاجه هي في منشأة خاصة، وأسونا وأخته مش عارفين يلاقوه. وبعد ما بيناقشوا الموضوع مع أصحابهم بيخمنوا إن راس أكيد بيستخدموا تقنية السول ترانسليتور. أسونا بيتبع جهاز مراقبة القلب بتاع كازوتو، وكلاين بيوصلها لآخر مكان، بس بيطلع طريق مسدود وفي مهبط طيارات. يعني كازوتو ممكن يكون في أي مكان دلوقتي، وأفضل حل هو إنهم يدوروا على راس. وبيتضح إن كوكوجيرو مساعد كايبا ساعد في تطوير التقنية دي وممكن يعرف مكان كازوتو. أسونا بتلاقي إيميل وبيقرروا يزوروا قاعدة راس السرية في وسط المحيط. هناك كوكا بيتفاجئ إن أسونا معاهم، وبيقول إنها واحدة من 3 لازمين لنجاح المشروع. وبيقابلوا تاكورو المطور الرئيسي، وكيكوكا بيقول ان الشخص التالت مش متوفر دلوقتي. أسونا بتكشف عن نفسها وبتطالب تشوف كازوتو، وكيكوكا بيطمنها ان السول ترانسليتور هو الطريقة الوحيدة لعلاج ضرر دماغ كازوتو. وبيشرحوا انهم بيحاولوا يخلوا الفلوك لايتس تحتوي على ارواح،
بس الهدف الحقيقي هو إنشاء ذكاء اصطناعي من تحت لفوق، لأن نسخ الكبار دايما بتفشل، فاستخدموا فلوك لايتس للأطفال وعملوا العالم الافتراضي اللي هو أندر وورلد عشان يحاكوا حضارة كاملة. بعد ما سرعوا الزمن المجتمع بدأ يتكون، بعدين جه جسم حاكم عمل التابو اندكس، والناس بقت متبعاه بشكل ديني لحد ما بقوا عاجزين عن خرق القوانين. كيريتو ويوجيو بيقضوا سنتين في أندر وورلد بيطوروا مهاراتهم في السيف، وبينجحوا انهم يدخلوا أكاديمية السيف، ودي خطوة مهمة عشان يبقوا فرسان نزاهة ويدخلوا الكاتدرائية المركزية عشان يقدروا ينقذوا أليس صاحبتهم. في أندر وورلد في 3 إحصائيات بس: الحياة والسلطة والتحكم في الأشياء، وسلطة التحكم في النظام. والقوة الحقيقية بتيجي من ثقة الواحد في نفسه وقدرته على تخيل قوته. بعد كام يوم كيريتو بيتجسس مع لينا معلمته، بتعاتبه انه مش بيستخدم كامل قوته، وهي بتدربه هي كمان بتستخدم اسلوب غير تقليدي، وبنعرف ان هي تاني افضل سيافة، بس عمرها ما قدرت تهزم ليفانتين اول سياف، بس دلوقتي بقت واثقة في نفسها. كيريتو ويوجيو بيزوروا حرفي عشان يصنع سيف من طرف شجرة الجيجا سيدر اللي فيها طاقة مركزة. الحرفي بيبقى مش قادر يشيل السيف، فبيديه لكيريتو لو قادر يستخدمه، وكيريتو فعلا بينجح وبيخالف القوانين بانه يتدرب في يوم الراحة. هناك بيرمي طين بالغلط على زي ليفانتين اللي بيطالبوا ان هو يخش معاه بمبارزة بالسيوف الحقيقية. ليفانتين بيؤمن ان سحب دم عدوه بيديله قوته، وفي النزال ليفانتين بيستخدم قوة عيلته، وكيريتو بيرد بقوة الصداقة والغضب، وبيخلي سيفه يلمع بالطاقة الزرقاء من شجرة الجيجا سيدر. زال في الآخر بيقف قبل ما حد يأذي التاني. كيريتو بعد كده بيروح يشوف الزهور اللي بيزرعها عشان عايز يدي هدية لمعلمته، لكن بيلاقيها اتدمرت عن طريق 2 من النبلاء بيتنمروا عليه هو ويوجيو. هناك بيسمع صوت غامض زي اللي سمعه قبل كده في الكهف، وبيستخدم خياله عشان يرجع الزهور للحياة، وساعتها بيكتشف ان التقنية دي مش بس للدمار. ولينا بتتعلم من كيريتو انها كانت شايفة اسلوبها اضعف، بس بعد ما شافت النزال بقت واثقة انها تقدر تهزم ليفانتين في الامتحان النهائي. كيريتو وصاحبه يوجيو بيتعينوا عشان يدربوا تلاميذ جدد، بس النبلاء اللي بيتنمروا عليهم كمان بيتعينوا. كيريتو بيشرح ان الخيال بيغير العالم، والنبلاء بيبدأوا يركزوا على يوجيو ويتنمروا على تلاميذهم. هنا كيريتو ويوجيو بيبدأوا يواجهوهم، بس النبلاء بيقولوا انهم مش بيخالفوا القوانين. بعدين تلاميذهم بيتأخروا، وكيريتو بيروح يشوف في ايه، بيلاقي ان النبلاء بيعذبوا تلاميذهم، ويوجيو ساعتها بيحاول يتدخل، بس عينه اليمين بتوجعه وبتمنعه، وفي النهاية بيكسر ختم التابو اندكس وبيجرح النبيل هامبرت. ساعتها كيريتو بيدخل وبينقذ الموقف، بس وش غامض بيظهر وبيعلن انهم خرقوا التابو اندكس. تاني يوم مدرب بيشفي عين يوجيو وبياخدوهم لفارسة نزاهة اللي بتطلع هي نفسها أليس، فبتضرب يوجيو لما بيحاول يقرب منها عشان مش فاكراه. العالم الحقيقي أسونا بتزور كازوتو، وبيحكوا انهم بيحاولوا يعملوا جسد مادي للفلوك الايتس. في اندر وورلد كيريتو ويوجيو بيكتشفوا انهم بيقدروا يكسروا السلاسل بتاعتهم ويهربوا. يواجهوا فارس نزاهة، ويوجيو بيكتشف ان في شيء في دماغ الفارس بيخليه ينسى ماضيه، فبيهربوا من هجومه وبيدخلوا مكتبة عملاقة، وهناك بيقابلوا واحدة اسمها كاردينال. كاردينال بتشرح انها تجسيد لنظام الكاردينال، وبتحكي عن الكنيسة الأكسيوم، ان مؤسسة الكنيسة كونيلا اكتشفت اوامر النظام وبقت قوية جدا، ولما قربت تموت حاولت تبقى خالدة، بس لما حاولت تتحكم في فلوك لايت خلقت كاردينال بالغلط. وكاردينال بتحكي ان راس بيستخدموا اندر وورلد كمان كاختبار، والأراضي المظلمة هتهجم عليهم قريب، وساعتها كريتو بيوافق يساعدها، بس رافض انه يمسح العالم كله ويقضي عليه، فبيديهم خناجر خاصة وبيروحوا بيها يواجهوا كونيلا عشان ينقذوا أليس.